السلام عليكم المتتبعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي بقيتو؟ كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى شي خير ان شاء الله. كي بقيتو كدير مع الاحوال؟ كي بقيتو مع هذا البرد؟ المهم المتتبعين، نهار جديد، فيديو جديد. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا وتفعلوا للقناه ان شاء الله. اليوم المتتبعين نحضر معكم الرفيسه بطريقتي، كتجي رائعه وكتجي بنينه وكتجي ما شاء الله زوينه. المهم هذا الفيديو راني صورته غير بالزربه بحكم كان عندي شويه كنت مشغوله شي شويه، ونتمنى تعجبكم طريقتي في الرفيسه وتمنى تتابعوا الفيديو حتى التالي ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. المهم متتبعين، راني عجنت المسمن ديال الرفيسه، مسمن عادي. خلطت ما بين الطحين ديال الزرع والطحين ديال الفرص العادي وصافي، طيبت الملوي عادي وقطعته. المهم هنا عندنا الاناء، عندي الشرموله ديالي. المتتبعين، بعد ما حطيت الشرموله مدقوقه بالربيع وبالثومه، هنا حطيت لي بزار، هنا سكينجبير او الزنجبيل، هنا الكركم، وهنا الملح المتتبعين. وهنا غادي نطلقها بشويه ديال الماء، هاد الشرموله هاد العطريه التوابل هادو نطلقهم بشويه ديال الماء باش نشرمل الدجاجه ديالنا ان شاء الله. ها هي الدجاجه من بعد ما مرمتها وغسلتها مزيان ورقتها في الخل وفي الحامض في سكينجبير وشربت مزيان وتغسلت مزيان. انا غنشرملها. الدجاجه المتتبعين هو الغسيل، لما كانش مغسول مزيان ما كاين دجاج. الفريك الفريك الفريك. انا كنطرطق لها عظيماتها باش تبقى واقفه. هنا المتتبعين غنضيف الزيت، درت معاه زيت المائده حتى قرب يطيب، عاد زدت واحد نص كاس ديال الزيت الزيتون، ضروري منها في الرفيسه. الا كانت متوفره ما كانش شي واحد يمشي باش يجيبها. حنا مع البساطه المتتبعين. هنا كما كتشوفوا عندي الحلبه في الطبسيل، وعندي بصله مبشوره، وعندي الثومه والمعدنوس نتوما تشوفوا معايا. انا خويت هاد العطريه ونعاود ندير شويه الميه في هذاك الاناء ونعاود نكبها. اسمحوا لي متتبعين صوتي شويه تصبح انا درت الحلبه بلديه نقيه مغسوله بطبيعه الحال، وهنا الثوم، وهنا البصل عفوا، وهنايا المعدنوس ربيطه والثوم. دابا غنضيف راس الحانوت المكون الرئيسي. انا متتبعين تنشريه على يدي وتنقيه، واللي كنغسلها وتنطحنو، تنجيبو من البلاد رائعه راس الحانوت هذا، ريحته تبارك الله تتوصل شحال المسافه تضرب، ريحته واعر. وهنا ضفتو رديتو كيتقلى. ها هي بعد ما كتقلى، المهم راه خليتها طابت باش هنا متتبعين. بعد ما طابت راني ما صورتش منين زدتها زويته. وهنا المتتبعين راه تقطعت لي القطر، راني سقيت شويه القصعه من التحت، عاد حطيت فيها المسمن او الملوي ديال الرفيسه. وهنا المتتبعين عاد بديت كنسقي من الفوق باش المسمن تيجي متشرب، ملي كيكونوا تتاكلي تيجي متشرب، ما كتلقايش لتحت ناشف والفوق فازك. ديروا هكا يعني، سقيو شويه عاوتاني نديروا فرشه وسقيوها شويه عاوتاني نزيدوا تكملوا المسمن ديالكم، عاد من بعد نسقيوه من الفوق باش كيجي الملوي متشرب كامل. المهم هنايا راني كنحط القصريه ديالي، نتمنى تقبلوا عليها.
انا زينتها بالكاشير د راس الحانوت مع البيض والربيع والعطريه والبيض مسلوق والكبده. داك الكاشير تنديرو بالكبده حتى هو كبده وراس الحانوت والبيض والتوابل. كنظن كلشي كيعرف كيفاش كتصايب. وزينتها بالبيض. وهذا ما كان. كنتمنى تعجبكم هاد القصريه هذه وتجربوها في هاد البرد هذا غير ديال الرفيسه المتتبعين. هذه هي القصريه ديالنا المتتبعين، كنتمنوا تجربوها وما تنساوش تخليو شي كومونتير يكون زوين وتخليو لي لايك وتفعلوا القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. باي باي الى فيديو مقبل ان شاء الله.